معنا، ونواصل مع السؤال الأول الموجه لقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وموضوعه محاربة الفساد بالإدارة العمومية، والكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيد شكرا السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، سيدتين الوزيرتين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. السيد الوزير، تعرف الإدارة المغربية مجموعة من الممارسات والسلوكات المنافية للقانون كالرشوة والزبونية وعدم احترام المرتفقين. ورغم المجهودات التي قامت بها الحكومة السابقة باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، إلا أن نتائجها لم تظهر بعد. لذلك نسائلكم السيد الوزير حول مآل هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وماذا عن تنزيلها على أرض الواقع؟ وشكرا. شكرا. الكلمة لكم سيد الوزير، إطار الجواب. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار، شكرا على هذا السؤال الذي سيتيح للحكومة استعراض الجهود التي تبذلها في إطار تخليق المرفق العام. تعلمون سيد المستشار أن الحكومة السابقة عملت على ترصيد مجموعة من الجهود التي بدأت مع حكومة تناوب بميثاق حسن التدبير وقانون الصفقات العمومية. وفي 3 ماي 2016 وزراء الحكومة السابقة وقعوا على العديد من البرامج التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. هذه الحكومة هذه في البرنامج اللي قدمه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان التزم في المحور الثاني من برنامجه بتعزيز قيم النزاهة. والآن احنا بصدد وضع اللمسات الأخيرة للاجتماع الأول للجنة الوطنية لمحاربة الفساد برئاسة السيد رئيس الحكومة للنظر في الحصيلة ورسم آفاق العمل السنة المقبلة. شكرا. شكرا. الكلمة لكم سيد المستشار. شكرا سيد الوزير على التوضيحات. كما يعلم الجميع على أن هذه الاستراتيجية الوطنية اللي أعلنت عنها الحكومة السابقة في ماي 2016 كانت بالمناسبة استراتيجية نوعية من حيث الإجراءات ديالها، من حيث الأهداف ديالها، لأنها جاءت بإجراءات محددة بمشاريع 10 مشاريع ل10 سنوات على مراحل زمنية محددة: 2016 2017 كمرحلة أولى، 2017 2020 كمرحلة ثانية، 2020 2025 كمرحلة ثانية. انخرطت فيها مجموعة من القطاعات الحكومية المهمة كوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية، وزارتكم، وزارة الاتصال كذلك. هذه الاستراتيجية الأهمية ديالها جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية في هذا الجانب، بناء على المبادئ الدستورية، بناء على مبادئ الحكمة، مبادئ الزجر ومبادئ التوعية. ثم جاءت بأهداف 3 كبرى، هي أولا الحد من الفساد وجعله في تراجع، ثم إرجاع ثقة المواطن إلى إدارته وإلى مؤسساته، إرجاع ثقة المؤسسات الدولية في المغرب وتحسين ترتيبه على المستوى الدولي. الآن بعد خروج المرسوم الذي تأخر ديال اللجنة الوطنية وما عرفه من تعديلات، لأن اللجنة الوطنية المهمة ديالها هي التنزيل، هي التفعيل ديال المقتضيات ديال هذه الاستراتيجية الوطنية. أتمنى الآن، لأن هذه محطة مهمة في تاريخ المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت سلفا، إلا الملاحظ على أن هناك تراجع في ترتيب المغرب على مستوى في هذا الجانب ب10 درجات. يعني كنا في سنة 2014 في المرتبة 80، 2015 مشينا ل 88، 2016 90 بمعدل 37 نقطة من أصل 100. الآن ليس لدينا الوقت الكافي من أجل الهروب إلى الأمام، بل علينا الآن أن ننزل هذه الاستراتيجية من أجل تحسين ترتيب المغرب على المستوى الدولي، وكذلك من أجل شكرا ليس لدي الوقت الكافي. الجملة الأخيرة ممكن تقولها لنا سيد الوزير؟ حاضرا في الحكومة السابقة، ومع ذلك فأنا أعتز بهذه الاستراتيجية. وأنتم ذكرتم المؤسسات الدولية، وقبل
قبل شهر ترأست الوفد المغربي إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد في فيين، وكانت هناك عناية فائقة بالوفد المغربي وحظي بعدة لقاءات، واعتبر أن تجربته نموذجية في هذا الشأن. السيد رئيس الحكومة قبل بضعة أيام وقع على تعيين ممثلي المجتمع المدني، جوج ديال جمعيات المجتمع المدني وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واكتملت انذاك اللائحه، وقريبا سنعقد اجتماع ديال هذه اللجنه ونحن نضع اللمسات الاخيره على التقرير الوطني لتنفيذ الاستراتيجيه في السنتين من 16 حتى لدابا ورسم افاق العمل. واعتقد بان الحكومه ماضيه بجديه في هذا الاتجاه اللي يأكد الالتزامات الوطنيه في الدستور فيما يتعلق بالحكامه وتعزيز قيم النزاهه، ولكن ايضا فيما يتعلق بالزجر، فيما يتعلق بالمساءله وبالمحاسبه وبالوقايه ومن تقليص المحفزات على اللجوء الى الفساد، وكذلك فيه الوفاء بالتزامات المملكه المغربيه، الالتزامات الدوليه في هذا الشان. وشكرا. شكرا سيد الوزير. وننتقل إلى السؤال الثاني وموضوعه التوظيف بموجب عقود وتعميق الاختلالات التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، والكلمة لأحد السادة مستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال. تفضلي السيدة المستشارة. شغل لتقديم السؤال. تفضلي السيدة المستشارة. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة، نسائلكم سيد الوزير حول تأثير التوظيف بموجب عقود على توازنات نظام المعاشات المدنية، وشكرا. كلمة لكم السيد الوزير. شكرا للسيدات والسادة المستشارين على هذا السؤال. نبغي نذكر أولا أن التوظيف أو التشغيل بموجب عقود في الوظيفة العمومية تعتبر الحكومة بأنه يندرج في إطار إصلاح الإدارة، ويندرج في إطار تأهيل مواردها البشرية، ويندرج في إطار تعزيز العنصر البشري بالكفاءات وبالخبرات اللي كتحتاجها الإدارة في هذه الظروف. هذا المرسوم ديال التعاقد ينص على إمكانية اللجوء إلى بعض الخبرات في مهام محددة يمكن أن تلتجئ إليها الإدارة للرفع من خدماتها الإدارية. ونطمئن السيدتين والسادة الأعضاء المجموعة ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن هذا المرسوم أو هذا التعاقد لن يكون له أي تأثير على نظام المعاشات والتعاقد. يكفي نعطيكم بأن العدد ديال المناصب المالية المحدثة في 2015 كان هو 22510 و2016 25998 و2017 24000. إذا عملية حسابية سيتبين لكم بأن ليس هناك أي أثر بالنسبة للتعامل بالتعاقد في الوظيفة العمومية. وشكرا. شكرا. الكلمة لكم السيدة المستشارة المحترمة. شكرا سيد الوزير على هذه التوضيحات. اولا غير بالنسبه للارقام اللي جبتي ديال المناصب بالتعاقد مزيان، ولكن للاسف غادي تمشي للار سي ار ماشي للسامع، ماشي للصندوق المغربي للتقاعد ولكن للار سي ار. اذا كاين خلل كبير غادي يوقع في الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما يعني يكرس اكثر الازمه، وفي اخر المطاف غادي تلجؤوا لجيوب الموظفين كيف ما لجأتوا لهم من قبل لحل هذه الازمه. بالنسبه لما جئتم به من ايضاحات فيما يخص ان هذا المرسوم هو لاصلاح الاداره وتاهيل الموارد والكفاءات والخبره الى اخره. نبغي نرجع لكم حتى انا لهذا المرسوم هذا ديال التعاقد والعقاد اللي برمتوه مع الناس ديال التربيه الوطنيه كنموذج. المرسوم اللي صدرتوه العقده للاسف غير مطابقه ولا تخضع لهذا المرسوم، بل بالعكس هو خرق للمرسوم في حد ذاته، لان المرسوم وطبقا للماده 6 مكرر ديال النظام الاساسي للوظيفه العموميه كيقول بان يمكننا اللجوء للتعاقد في حالتين. الحاله الاولى في اطار الخبره، وهذه كاين شروط. الشرط الاول هو توفر المعني بالامر على 5 سنوات بعد البكالوريا و5 سنوات ديال الخبره، وهذه ما موجوداش للاسف في الناس اللي تعاقدتوا معهم في اطار التربيه الوطنيه. اذا ما يمكنناش نطبقوا هذا البوند عليهم. الى جينا البوند الثاني والحاله الثانيه ديال التعاقد في المرسوم هي في حاله المهام العرض الاعوان بالنسبه للحالات العرضيه، يعني العمل المؤقت. وهذا كان نرجعوا سميتها المدونه الشغل هي اللي كتعطينا
لا ديفينيسيون او لا التعريف ديال شنو هو هاد الحالات هذه. وعلما ان التربيه والتكوين مثلا فهو ماشي عمل عرضي وعمل مؤقت، هذا عيب نقولوا هذا الكلام هذا بالعكس، هذا عمل مستمر في الوقت وعمل وخدمه عموميه اساسيه كنعتبروها قضيه وطنيه ما يمكنش اي بلد يتقدم الا ما نهضناش بهذا القطاع. ونبغي نرجع نقول لكم بان هذه مدونه الشغل اللي كتنص في الماده 3 على ان الضمانات الادنى هي اللي كتوفرها مدونه الشغل بالنسبه لجميع الناس اللي ما كيخضعوش للانظمه الاساسيه وحتى اللي كيخضعوا للانظمه الاساسيه. هنا كنشوفوا بان المرسوم العقده اللي درتو مع الناس ديال التربيه والتكوين كتكرس الهشاشه وكتكرر التمييز بين الفئات اللي غادي تشتغل داخل التربيه والتكوين. كاينه فئه اللي كتشتغل بشكل مستقر اللي هما الناس ديال الوظيفه العموميه، وفئه اللي غادي تكون معرضه للطرد في اي وقت، وهذا كاين عندكم في المرسوم في البند 3 وفي البند 10 اللي كيقول بان الاكاديميه يمكن ان يعني تفسخ العقد من جانب واحد في اي وقت شاءت، فقط ملزمه بانها تعلم الشخص المعني بالامر شهر قبل، اما عبر الموقع الالكتروني او عبر البريد الالكتروني للشخص المعني. وهذا في الحقيقه الانسان غادي يبقى كل صباح يمشي يقابل غير الموقع الالكتروني ويقابل غير البريد الالكتروني. اضافه ان هذه الجمله الاخيره بالنسبه للكفاءه كنعرفوا بان هاد الناس ديال التربيه والتكوين ما كيخضعوش لاكثر من اقل من شهر ديال التكوين، فاين هي هذه الخبره وهي هذه الكفاءه واين هذه المردوديه؟ وشكرا. شكرا الكريمه لكم السيد. شكرا الكريمه لكم السيد الوزير. فيما تبقى من شكرا السيده المستشاره، لانك غادي تتيح لي للمره العاشره بعد 100 ان اوضح ما يلي. المرسوم المتحدث عنه لا علاقه له بالتعاقد في التربيه الوطنيه باتاتا، كررتها في هذه الغرفه وفي الغرفه الاخرى وفي عده محافل وسياقات وحوارات، لا علاقه له باتاتا. المرسوم ديال ديسمبر 2016 يتعلق بالتوظيف في الادارات العموميه، وما تتكلمين عنه السيده المستشاره هي الاكاديميات، وهي مؤسسات عموميه ماشي ادارات، وعندها انظمه خاصه وعندها تعاقد خاص. والملايين المغاربه كيتبعوا الجلسه، خصهم شويه الوضوح ما يكونش اللبس. لا تتيح لي الامكانيات الوقتيه باش نشرح لك التوظيف بالتعاقد في المؤسسات العموميه، لان ما مرتبطاش بالوزاره. اولا كتعرفوا لي زيتابليسمون بوبليك والانظمه الخاصه ديالهم. انا كنهضر لك على الاداره، وحنا حريصين على تطبيق المقتضيات والروح بالمرسوم. انا شخصيا باش نشغل 4 الخبراء طلبت الاذن من رئيس الحكومه، باقي كننتظر الجواب. خصك الاذن وفي حدود 4 المناصب، وخصك تثبت بانك الخبره اللي غتتعاقد عليها ما عندكش اللي يقوم بها. يعني واحد التزيار، واحد التدقيق اللي يعني في منتهى الروح ديال المسؤوليه. ما تتحدثين عنه لا علاقه له بهذا المرسوم السيده المستشاره، وشكرا.